السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت ولاية عنابة في الساعة الأخيرة على وقع حادث مرور مساوي خلف حالة من الحزن والأسى وسط السكان بعدما أدى إلى وفاة شاب وفتاة كان على متن دراجة نارية على طريق الرابط بين محطة القطار وجسر سيبوس بمنطقة لاموكتا. وحسب ما يتم تداوله على نطاق واسع عبر العديد من الصفحات النشطة على مواقع التواصل، فإن الحادث وقع إثر انحراف الدراجة النارية والتي كان يستقلها الضحيتان قبل أن تصطدم بقوة بعمود الإنارة العمومية. وفددت المصادر أن فتاة تبلغ من العمر حوالي 20 سنة لفظت أنفاسها الأخيرة بعين المكان متأثرة بالإصابة الخطيرة والتي تعرضت لها، بينما أصيب الشاب والذي كان برفقتها بجروح بليغة استدعت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ليتلقى العلاج، غير أن حالته الصحية الحرجة لم تمكنه من النجاة، حيث فرق الحياة لاحقا هو الآخر داخل المؤسسة الاستشفائية رغم محاولة الطاقم الطبي لإنقاذه. ووفق روايات متداولة لمقرب من الضحيتين، فإن الفتاة سقطت من الدراجة النارية عقب الاصطدام قبل أن تتعرض للدس من طرف سيارة كانت تسير خلف الدراجة، ما سبب في إصابة قاتلة عجلت بوفاتها. كما أكد شهود عيان أن الدراجة النارية كانت تسير بسرعة كبيرة رفقة عدد من الدراجات الأخرى لحظة وقوع الحادث، مشيرين إلى أن مستعمليها لم يكونوا يرتدون خوذة الوقاية، وهو ما ضعف من خطورة الإصابة المسجلة. وقد أعاد هذا الحادث الأليم إلى الواجهة ما خطر السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السلامة المرورية، خاصة فيما يتعلق باستعمال الدراجة النارية وارتداء الخوذة الوقية، والتي تعد من أهم وسائل الحماية من الإصابة الخطيرة. وخلفت الفاجعة موجة من التأثر والحزن بين سكان الولاية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والذين تداولوا الخبر على نطاق واسع. إن لله وإنا إليه راجعون.